السلام عليكم احبابي الكرام، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وسلامه يا رب. النهارده بنكمل فيديوهاتنا وبنكمل الفيديو الثاني عن الحي السادس بيت الوطن. تعالوا بينا نعرف مشينا فين وتحركنا فين في الحي السادس، اتكلمنا عن ايه في الفيديو ده. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبابي الكرام، معاكم محمد المهدي. النهارده بنتكلم عن الحي السادس بيت الوطن، وشفنا الفيديو الاولاني بتاعه كان الحد الجنوبي والحد الشرقي مرورا بالنادي الاهلي ومرورا بالمونوريل محور بن زايد. الفيديو الثاني النهارده هيعرض لنا الحد الشمالي، ودخلنا جوه الحي السادس من القلب. مشينا في حروف كتيره، حرف الاي، حرف البي، حرف الكي، حرف الجي. مشينا في حروف كتيره فيها تقدروا تشوفوها تتعرفوا عليها من خلال الفيديو. وفي نفس الوقت لو حد طبعا عايز اي استفسار او اي معلومه عن الحي السادس واخر ما تم الوصول ليه يقدر يبعت لي على طول. وطبعا من الاحياء المميزه زي ما احنا عارفين تم تسليمه في مهله مباني، فعلا في شغل انشاءات كبيره قوي الفتره ديت بحيث يتم الانتهاء منه في اسرع وقت. اعتقد ان خلال السنه او السنتين الجايه هتكون نسبه الانشاءات وصلت فيه فوق ال 80%، وهو من الاحياء زي التكميلي والحي الثامن اللي هتسكن في الاول في بيت الوطن. تعالوا بينا نطلع نشوف الفيديو. دايما احنا مع بعض في حته ان احنا لازم نشتري من شركه كويسه، لازم نراجع عندنا كويس، لازم نختار موقع المنسوب بتاعه مظبوط، لازم نبقى عارفين ايه هي المواصفات بتاعتنا اللي احنا بنشتريها، ونشتري بنظام سداد واقساط تناسبنا، ونشتري بسعر عادل. يلا بينا نطلع نشوف الفيديو وارجع لكم تاني على طول. اتفضل. احنا هنا فين يا جماعه؟ احنا هنا على الحد الشمالي بتاع الحي السادس بيت الوطن، وده الفيديو الثاني للحي السادس بيت الوطن في سلسله فيديوهاتنا اللي احنا شغالين فيها. فيلا بينا نشوف الحد الشمالي والحد الشرقي، كنا صورنا الجنوبي والغربي، وخلينا نشوف ممكن نشوف جوه، نخش جوه الحي السادس ولا لا. الشارع ده الفاصل ما بين السادس والرابع، سموه محور بن زايد الشمالي، اللي هو موجود وبيطلع على نفق العاصمه الاداريه الجديده من الحي السابع. ادي النادي الاهلي ورانا اهوت النادي الاهلي. يلا بينا نصور الحي السادس الحد الشمالي، ولو عرفنا نخش من جوه ندخل ان شاء الله. الحي السادس من الاحياء المميزه، من الاحياء المهمه اللي موجوده في بيت الوطن، عشان نسبه الانشاءات فيه من نسب الانشاءات العاليه. طبعا زي ما انتم شايفين ده الحي الرابع، كنا صورناه قبل كده بس صورناه من الاتجاه الثاني واحنا راجعين، فكنتوا هتلاقوا الشمس معكوسه، فمثلا المره دي هتحسوا ان الصوره اوضح. واخدين بالكم الصور هتبقى اوضح منوره اكتر من الفيديو السابق بتاع الحي الرابع. anyway الاجزاء اللي في الحي الرابع ديت اللي هي في الجزء الجنوبي دي، هي دي اكتر اجزاء اشتغلت بسرعه وهتتبني. الحي السادس زي ما انتم شايفين موجود هنا الشارع وبيطلع لورا مرتفع، في اجزاء مرتفعه فيه بنعدي على حرف الاي ثم حرف البي وهكذا ثم حرف الدي وهكذا. الحي السادس من الاحياء المهمه والمميزه، وانا شايف ان هو موقعه الاستراتيجي حلو، زائد هو الانتهاء منه هيبقى من الاحياء الاسرع انتهاء، زي المنطقه التكميليه في جنوب السويس كده، وزي الحي الثامن. طب تعالوا نخش ونشوف كده، يعني خلينا نخش ده كده مثلا ما بين حرف الاي والبي، خلينا نخش كده ونتحرك نصور ونشوف، نتوغل بقى يعني جوه المنطقه، بنبص فيها، ماشيين في وسط الاحياء كلها بشكل عشوائي زي ما بعمل لكم وبتكلم معاكم دايما. احنا كده في وسط الحي السادس ماشيين فيه بشكل عشوائي ما بين حرف الاي والبي والسي. ليه مشيت في النص يا جماعه؟ علشان خاطر تعرفوا نسب الانشاءات والمباني الحقيقيه على ارض الواقع مبني قد ايه. يعني زي ما انتم شايفين واجهات خلصانه بالفعل. العماره اللي في وشنا مثلا دي هتلاقيها عماره خاصه مش عماره شركه. ليه؟ لان هي شقه واحده في الدور، مش عامل بلكونتين. معظم الحي السادس والحي الثامن هتلاقوها اصحاب اراضي مش شركات، فهتلاقوا برضو الفرايتي فيها مميزه لانها بتبقى شقتين في الدور. المهم anyway ادينا ماشيين واخدين الحي السادس وبنبص على نسب الانشاءات بتاعته. اهي عمارات طالعه اهيت، عمارات شغاله. احنا على فكره دلوقتي بنخترق كل المناطق، يعني الشارع دوت كده قسم لنا السادس كله، مشينا فيه في معظم المناطق بتاعته. ادي عمارات طالعه خلصانه واجهتها خلصانه في وسط الحي السادس اهوت. هتلاقوا هنا مثلا حرف ما بين الكي والاي مثلا، هتلاقوا هناك اهو المونوريل موجود. دي منطقه الخدمات بتاعه الحي السادس. الاسفلت بيتعمل اهو، العمارات واجهتها بتخلص اهي، طوب احمر خلصناه. ليه؟ عندك مهله. فاحنا مشينا هنا صورنا لكم شويه مناطق مميزه جدا
في الحي السادس تخلص بالفعل. الجزء ده في الحي السادس منسوبه عالي مرتفع، شايفين المونوريل هناك اهو. فاحنا هنفضل ماشيين كده مثلا لحد ما نوصل للشارع الفاصل ما بين الحي السادس والحي الثامن، علشان خاطر نصور الحي السادس من الاتجاه الشرقي. المونوريل هناك اهو. احنا كده لفينا، دي منطقة خدمات الحي السادس، المنطقة اللي فيها الخدمات، وهكذا. احنا كده لفينا جزء كبير جدا من الحي السادس، وهنطلع على الشوارع الفاصلة دلوقتي ما بين السادس والثامن. خلينا نصور الفيديو الثالث بتاع الحي السادس عشان نوضح لكم المناطق اللي صورناها، تبقوا عارفين الجزء الشمالي كله حرف الاي، حرف البي، وصورنا كل الحروف الداخليه او معظمها للحي السادس. وطبعا لو حد محتاج اي استفسار اي معلومه يقدر يعرفها، تعالوا كده اوريكم حتى لحد ما نطلع على المونوريل عشان تشوفوا المونوريل بنفسكم ومدى قربه. اهوت ادي المونوريل وادي محور بن زايد، واحنا هنا ماشيين في وسط الحي السادس بيت الوطن. عمارات خلصانه، وجات خلصانه، نسبه انشاءات متميزه جدا 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 بصراحه في الحي السادس. لو هنشتري في الحي السادس نركز احنا بنشتري مع مين وشركه ايه، مهم جدا 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 يا جماعه. دمتم دائما بخير. وادي محور بن زايد. الحمد لله على السلامه، يا رب يكون الجوله دي عجبتكم، وضحت لكم الصوره. اللي شاري في الحي السادس بالفعل يكون شايف موقعه والدنيا هناك عامله ايه، واللي لسه بياخد خطوه للشراء يكون الفيديو ده شرح له الحي نفسه عشان خاطر يقدر يقرر هيشتري ولا لا. نصيحتي دايما ان احنا في العقارات لو هنقدر نشتري اصل ثابت نشتري، ما نضيعش وقتنا، بس نبقى عارفين هنشتري ازاي وهنشتري من مين وهنشتري ايه. بس ارجو ان يكون الفيديو دوت وصل لكم معلومه، ودايما مع بعض وبنكمل سوا. واي استفسار او اي اسئله او اي حاجه انتوا عايزينها احنا مع بعض، سواء انا او اخويا المستشار عبد الله المهدي. نحاول نعمل لكم فيديوهات توعيه توصل لكم مناطق ونركز لكم عليها، ونحاول سوا ان شاء الله في القادم. دائما على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.